ومحدش بيسمع للتاني. ودكتور زي حواس برضو ليه مواقف كتير مثلا في ترجيع الآثار. يعني هو رجع آثار كتير قوي من اللي كانت بره مصر، اللي كانت مسروقة من مصر. وكمان عمل دعاية للبلد لما طلع مع مستر بيست، عمل دعاية جامدة. والمفروض اللي هو عمل دعاية في البودكاست بتاع جو روجن هو برضه المفروض اللي هو عمل دعاية فيه. ممكن تكون في ناس شايفاها دعاية سلبية وفي ناس شايفاها دعاية إيجابية. هو جو روجن نفسه طلع قالك إن ده أسوأ لقاء أنا عملته. فالأغلب بقى شايف إنها دعاية سلبية، ولكن هي في الأول وفي الآخر هي دعاية برضه لمصر. يعني حتى لو دعاية سلبية فهي دعاية عشان الناس تيجي تزور مصر. فهو مش طالع من نفسه. يعني هو قال كده مع عمرو أديب اللي هو طالع متكلف من وزير الآثار، ومكلف من رئيس الجمهورية إن هو يطلع يعمل دعاية.